سلام البنات، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. الوصفه تاعنا تاع اليوم خفيفه ظريفه، يعني سهله نحضروها في وقفه. اذا ما لقيتيش باش تشربي قهوه تاع العصر، نقولك نوضي حضري المكونات وديري هاد المشوشه اللي بزاف بنينه وصحيه. مشوشه غولي ولا منفوخ ولا يعني كل واحد كيفاش يسميها. احنا الناس بجايه نقولوا المنفوخ. فوالا نحضروها بهذه الطريقه. هذه المقادير تاعها بسيطه جدا. نستعملوا فيها هنا عندي 5 يعني 5 حبات ولاد الدجاج. درت معاهم اون بوتيت بانسي سال، قرصه صغيره بك تاع الملح، اون كويير سوب عفوا اون كويير كافي تاع لافاني. الناس اللي ما تحبش الريحه تاع ولاد الدجاج، الريحه تاع البيض، دير شويه تاع لافاني، سينو نقدروا نستغناو عليها. نخلطهم مليح هكذا بان فوي. فوالا من بعد نزيد لها 3 كويير سوب تاع لا فارين، ونزيد لها اون بوتيت كويير كافي تاع لا ليفور شيميك، سما 3 مغارف تاع شاي تاع الفارينه نغربلوها مع مغرفه صغيره تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. فوالا نغربلها هي قاعده ونكمل نخلطها بلو فوي. نتوما تقدروا تستعملوا الباتور، مي نشوف باللي ماشي ضروري. حنا نحركو برك مليح هكذا باش يتجانسوا المكونات وتكون عندنا هكذا خليط يكون ليس ما فيش قاع لي غرومو. فوالا على هاد الشكل هذا. هذا هو القوام اللي نحوس عليه. هي صراحة افون كنا نديروها عنا ميزاننا، بصح قلنا معليش نتقيدوا بمقادير هكذا باش اللي ما يعرفش يديرها يولي ان شاء الله يسيها ويديرها. من بعد كيما راكم تشوفوا هنا خديت مقله. انا المقله تاعي ماشي كبيره بزاف، بيان سور نتوما الكميه تاع ولاد الدجاج والفرينه تقدروا تدوبليوها اذا عندكم مقله كبيره وحبيتوا ديروا كونتيتي كبيره. انا غير انا حبيت ناكلها الو قلت ندير غير 5 حبيبات اللي كانوا عندي في الدار. فوالا قلت لكم خديت مقله درت فيها كميه تاع الزيت، خليتها سخنت ورميت لها شويه من هذاك الخليط، يعني تقريبا نصف تاع هذاك الخليط، ونخليه هكذا يطيب. من بعد شوفوا كيفاش راني ندير، يعني تبعوا بعينيكم مليح واش راني ندير. حبت الكميه يعني الزايده اللي قعدت تاع الخليط هذاك بعد ما تشكلت لي الطبقه التحتانيه، جبته على جهه ونروح نسيي كيفاش نروليها. برك لو فو هنا ما تزيدولوش بزاف. انا مع الاول كانت سخنت لي شويه زياده الزيت. نتوما حاولوا ابداو طيبوها قبل ما تسخن لكم بزاف هكذا باش ما تحمرلكمش، يعني لهاد الدرجه يعني مليح كي تكون صفرة شويه. فوالا وقعدوا روليوها هكذا بالاستعانه تاع لا فورشات اون سباتول هكذا ولا يعني كيما حبيتوا حاجه اللي تريحكم. وحاولوا روليوها بالعقل بالعقل. واشاك فوا كي تروليوها نحوا هذاك الزايد تاع الخليط وحبطوه للجهه اللي راهي فارغه، يعني تبعوا بك طريقه بعينكم هكذا راح تفهموني. فوالا هنا في هذه المرحله رايحه نزيد من هذاك الخليط باش يلصقوا يعني الطبقات مع بعضهم. فوالا نقعدوا نزيدوا شويه بشويه شويه بشويه حتى نكملوا كاع الكميه اللي تكون عندنا. فوالا مي اشاك فوا كي نجيو نروليو بيان سور نخلو شويه وقت للطبقه التحتانيه باش طيب، ماشي حنروليوها هكذاك خضره من بعد مش حتكون مليحه المشوشه ديالنا. وميم طون ننصحكم ما تخلوهاش طيب بزاف، يعني حتى وين تحمر لكم بزياده سينو حتجي ناشفه تجي شويه يابسه. انا هذه الطبقه اللي راهي تدور هنا الاولى كامل كان زيت سخني شويه بزياده بصح هكذاك وجاتني طريه جات ما شاء الله. وسورتو ولا درتو كميه كبيره ديروا في بالكم حتروليوها يعني بليزيور فوا، وقد ما تكبروا لها يعني كي تروليوها تزيدوا لها وتزيدوا لها راح تجي الحبات تاعكم يجوا كبار ويجوا شابين. برك لازم كيما قلت لكم قبيل انه المقله تكون شويه كبيره، باسكو ان مومون وين خلاص كيما انا هاد الحبيبات هادوما 5 حبات ولاد الدجاج راكم شفتوا راهي من الطرف للطرف حكمت لي كاع المقله. لازم برك تعرفوا تخيروا المقله على حسب لا كونتيتي اللي راكم حابينها. فوالا نكمل توجور بنفس الطريقه حتى وين نكملها كامل. كما قلت لكم في بداية الفيديو الوصفة هذه بزاف صحية. على بالكم كامل طبعا باللي هاد الوصفة نديروها بزاف للنفسة، نديروها لها مع الصباح باسكو طيح مليح الحليب
وفيها بزاف فيتامينات، سورتو الا درناها لها بزيت زيتون ونديرو لها العسيلة الحرة، يعني واش نقولكم، بزاف هايلة وبزاف فيتاميني هاد الوصفة. فوالا. وهكذا بعد ما كملت الكمية ديالي، كملت روليتها، نخليها توجور في المقلة بيان سور ا بتي فو، يعني مازالني نقولكم ونعاود لكم لازم كاع ما نقيولهاش النار، نكمل نحمرها مليح على الجوانب، يعني نحمروها على كاع لي كوتي وشنو ماشي بزاف ماشي حتى من يبسوها، نعطولها اون بيل كولور دوغي. فوالا بهاد الطريقة هادي. بيان سور كمية تاع الفرينة اللي حبيت نقص لها تنجم تنقص لها، بصح نقولكم بلي ابخي ما تقطعوها وتحطوها لافون تاعها كاع حتهبط وحتتكمش، باسكو علاش تكون خفيفة فيها غير ولاد الدجاج. هاد المقادير هادو صدقوني يعني سييت 2 ولا 3 فوا لا غوسيت، يعني نبدل لها المقادير، قلت لكم افون حنا نديروها عندنا ميزاننا، بصح كاين ناس ما تعرفش شحال لازم دير. الوغ سييت نقص الفرينة، كاين وين زدت الفرينة، مي هاد المقادير هادو يجو مضبوطين، ديروها وماكمش حين تخافوا. اذا درتو 6 حبات ولاد الدجاج ديروا 4 مغارف تاع عشا، يعني اذا درتو 6 ديروا معاهم 4 كويير سوب تاع لا فارين، لا ليفر شيميك بيان سور ما تتبداش، تقعد توجور اون بيتيت كويير كافي، ديروها وحتجيكم تاني ما شاء الله. فوالا. هنا بعد ما حمرت لي كاع لي كوتي قطعتها كيما كنتو تشوفوا. هنا ضروري نديرو هاد الخطوه هادية داخل المقله ونحمروهم على لي دو كوتي هكذا باش نتاكدوا بلي هذاك الخليط تاع ولاد الدجاج يكون طاب، دي فوا الداخل يكون ماشي طايب، وميم طون نعطوهم اون بيل كولور دوغي. هنا بعد ما كملت حمرت لي كامل نجي نحيها ديريكتومون في تبسي هكذا. هنا ما كان ما نستعملو ني اسويتو ني والو، يعني مباشرة هكذا نحطوها مش حتشرب الزيت. فوالا. طريقة بزاف سهلة، وصفة يعني هايلة من الوصفات السريعة اللي نديروها، وميم طون بزاف بنينة، نشربو بها قهيوة تاعنا صباح ولا عشية، يعني هادي تولي ليكم ليسونسيال حاجة بنينة ونستفادو منها. هنا وهي سخونة بيان سور نجو نديرو لها كمية تاع العسل اللي كنت دفيتو شوية، نحاولو نشربوها مليح بالعسل. بيان سور كل واحد يعسلها على حسب كيفاش يحب، كان يحبها معسلة بزاف كاين اللي لا، جينيرالمون نعسلوها شوية نحطوها ونحطو معاها العسل اللي حبت تزيد وبصحتها. فوالا هاي ديك المشوشة ديالي حاضرة هنايا، دات اون تري بيل كولور، شوفوا كيفاش جات بيان غولي اي سورتو جات بزاف خفيفة وبنينة. فوالا. الوصفة هذه جربوها ماكمش حين تندموا عليها، ماكمش حين تندموا سوا في المقادير سوا في الطريقة ديالها، يعني حتجيكم جوست حتجيكم هايلة. هاي ليك لداخل كيفاش هنا قسمت معكم حبيبة. فوالا. هذه هي انا نقولكم لحقت لافان تاع لا فيديو ديالي، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ان شاء الله تجربوها وعلاش لا، وتخلوا لي الراي تاعكم في التعاليق، وما تبخلوش عليا بانجام فضلا وليس امرا، ونقولكم نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله مع نوفيل غوسيت. سلام.